كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغيمة الوقت في حياتنا نهديها اسم موصولة. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين نحن بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. فضيل هاي يا فضيل اجي فضيل مرشوم دي كورك كده تشقع. فضيل انا اوريك اللي الخليعه اللي ما بتعرف. فضيل فضيل بسم الله الراجل ده مشى وين؟ فضيل واي خلعتني قربت اموت. عشان تشوفيها حاره كيفين تجي منطلقه كده زي رونالدو وتكورك تخش هلالك خبر بك في النهايه يطلع ما عندك اي موضوع. انا كان ما عندي موضوع، اللي عنده موضوع منو؟ اللي لقياك بالبشاره. بشاره شنو كمان؟ قبلوك في اللوتري الله شنو؟ واقول لك كلام قال الامريكان ده قبلوه بك الا دارين يعملوا فيك ابحاث. امريكا شنو افضل؟ جات منظمه الحله هنا وقالوا دايرين يبنوا للناس البيوت اللي وقعت في الخريف بيوتهم كلها. انا قلت اجي اكلمك عاد انت من كبار الحله لازم تمشي عليهم وتعرف الحاصل شنو. منظمه تبني البيوت اللي وقعت؟ هي دي المنظمه خلي والله بلاش هذول تقول لي خيم ومشمعات. دي المنظمه هافضل وقالوا من الصباح باكر بيقعدوا معانا نحن نسوان الحله كلنا ورونا نعمل شنو. يعني هن قالوا بيبنوا البيوت اللي وقع عندين وبرجعوا لاهلهم زي ما كانن. اسمع افضل هاي انا ما عارفه التفاصيل شنو، عشان كده جيتك جاريه قلت اخليك تمشي انت وتعرف الحاصل شنو وتجي توريني. لا ما كمان طبعا لازم انا امشي، يعني اذا كان على انه يعني منظمه زي دي دايره زول يعني من ذوي الاختصاص ومن وجهاء الحله وزول ضو قبيله، يعني انا امشي اخليه الليملي والبلوله وقسم وبر ما ممكن. طبعا لازم امشي اقابلهم انا واشوف الحاصل شنو. خلاص امشي الا ما تتاخر انا راجعك. راجعني خلاص مجهز الواتساب والماسنجر ليش شمارات مرة زي وكالة سونا. شوف الحاصل شنو ويجيك. وانا مش اشوف واتسابي فوق شنو. مليوة يا مليوة انا قال بلولا انا مالك اخوي ماشي على المنظمه دي جاهز. اول حاجه يا مليوة ساعتين قعدتين في الحمام انت بدون تبقى خواجه وبعدين تعال ده شنو ده شنو قاشر كده قال بدون عيونه في المنظمه ولا هنا البلوله اخوي حاسد ولا بغران اخوي نكلمك تعال نديك الكلام انا. انت اخوي كان عجبك كان ما عجبك شغل المنظمه ده شفته كله اخوي قايم فوق راسي انا ده وصل شغل متحده من منظمه. انت مغيوز بس مغيوز عشان اختاروني انا منسق عام للحفل الخيري ده والبيوت اللي اتكسرت دي نبنيها بقروش الحفل الخيري ده. كادي قال الله يصحيه مغيوز يا اخوي الحفله انت من الثقه في دبي. المهم انها حفله مفصليه اخوي. مفاصلك ان شاء الله ربنا يحل عليك. انت يا اخوي تعال هنا بتلفخ في الكلام. هسه كلامك ده معناته شنو؟ البلوله هاي سمع عضاني دي في ضيل وكده قال الحفله دي حفله مفصليه في تاريخ الحله. ليه ما قالته؟ حقير الحيطه القصيره انا؟ لا هم مفصليه دي هناك يعني بتعني كلامك ده هنا ما يهل مفصليه. البلوله هاي مفصليه شنو؟ هاي اتواضع عشان اوقع عليك. مفصليه يا عمليوه. شوف بيوت الحله اللي وقع عندين ما مثل المفاصل دي اللي تفصل جنت دايما بعدين نحن منين ونرجع المفاصل. والله رغم اني ما عارف معناها عله دي ما عندها علاقه تب يا اخوي هوي. انا عندي شغله ماشي على عهد ناس المنظمه دي. السلام عليكم. اميش والله مرحب بك شديد يعني وشرفت الديار الاخ المندوب السامي للمنظمه. والله مرحب بكم انتم، والله كرمكم ساعدنا شديد والله. الله يبارك فيك. ما احنا كقاده للقريه لازم يعني نعمر بها الى الخير دائما ان شاء الله. الله يبارك فيك. وانت ذاتك زول ما سهل، ولاحظت انه في الاجتماع ناس الحله كلهم بيسمعوا كلامك وكده. لا ما طبعا يعني انت قايل القيادات الاهليه دي بيختاروا لها من طرف لازم يكون رجل على درايه باهل الحي وعلى درايه وعلى يعني كم من الثقافه يعني. يا سلام. يا فضيله
الجبنة يا اخي، الجبنة سريع للسيد المندوب. دقيقة عبد المطلق جاية. ما قلت نازل، انا ما ضربت لك تليفون يعني شنو؟ شكرا. مرحبا بك والله. الله يبارك فيك. هسه قلت لي يعني انتوا للحفل الخيري حتجيبوا لنا الاستاذ عوض القلقالة؟ ايوه بالمناسبة عوض القلقالة ده فنان وانسان رائع، واي عمل خير بيساعد الناس ما بيدخر فيه. هاي لكن بيني وبينك كذا المندوب، عوض القلقالة ده حتتنا يا بعيدة بيقدر يصل؟ يا زول عوض القلقال ده حربي جدا، ما تشوفه كده. وبعدين ذاته حيجوا معاه ناس اعلاميين وناس كبار زي ما شرحت لكم، ومنطقتكم بتبقى معروفه، وغير كده انتوا ذاتكم بتبقوا ناس مشهورين. ابو الزفت ذاته يا اخي، انا اصلا من زمان عارف، انا كان عندي احساس انه انا حابقى زول مشهور كده يعني، لكن عليك الله بعدين يعني اذكروني ان انا ساعدت في نجاح الحفل ده يعني. كيف يا فضيل؟ طبعا انت اول متحدث من ناس الحله في المؤتمر الصحفي ده. ما لازم كمان عشان اقعد لك هنا الكلام المنمق والمزخرف عشان ادفش لك عوض القلقالة ذاته. بس ان شاء الله ما يكون عندكم ناس متفلتين ويجوا لكم الحفله. لا من الناحيه دي اطمئن خالص، احنا عندنا رجل نظام هنا اسمه هشام، زول بتاع شرطه، كلمناه وقال بيقوم بالواجب. تمام. اتفضل يا حضرة المنسق، نسخت لك الجبنة دي بمزاج. شكرا جزيلا يا مدام، شكرا. انت بتنسقيها كان حيه. عليك الله بعدين ممنوعاه في الباب تخش. تفضل. شكرا جزيلا. تعال هنا امليوه، خش لجوا يا اخي، فتحت مالك مالك امليوه، شارد حقهم اقعد الناس في السوان ديل وجيهم بالراحه. يا البلولة ده شغلي يا اخي، ده شغلي انا، والحملة دي فوق راسي. عوض القلقالة قال كان الوضع ده معي وما ابغى ذاته. يعني عوض القلقال انت قالوا داير يصور معاك عشان رصد لك 3 كراسي يعني؟ البلولة اخوي سيب عقدك، ده شغلي، وشوف لك شغله تنفعك يا زول. هوي واخد عليك لجنة يا فن الصيوانات. بعدين الحفله دي مو الليله، بعد بكره انت بتقتل الناس مالك من هسه. ده شغلي وما بتفهمني لو البلولة. شوف لك شغله انت تنفعك. خلاص بشوف ليش شغله وبخاتاك. منسق الحفلات الدولي اخذتني البلولة، اخذتني كويس بتاع الصيوانات. اها، ما ورتني رايك في الشاي. تعافي والله يا فضيل، ناس الحله مبسوطين منك بسطه عشان وقفت معاهم وساعدت ناس المنظمه ديل وسهلت لهم شغلهم، وقفتك معاهم دي ما بيسدوا عليك ابدا. اعرف يا فضيله، ما لازم اقف معاهم كمان، ما يعني كبير يعني، ما وقف كبير ما بيقف منهم، بيقولوا في المثل اللي ما عنده كبير يشتري كبير. اها، وان شاء الله القروش اللي لميتوها ما شويه. هاي زولا، احنا خلينا شيفوا لفينا وشي على كبار التجار والمزارعين وناس الجمله وناس الاقطاعي كلهم، شفت لمينا منهم القراش ديل وشريناهم تذاكر للحفل الخيري بتاع عوض القلقالة. في ناس اشتروا التذاكر ب3 أضعاف، وفي ناس اشتروا التذاكر ب10 أضعاف المبلغ. واقع لك الكلام ده؟ واقع لي. باقي لنا شنو بعد ده؟ التجار في الحله اللي فوق يوم الاثنين بتاع سوق الاثنين نمشي عليهم، نخلص منهن ونشرح لهم الموضوع، نستلم قراشهم، نجي الحفله يوم الاربعاء نعمل الحفله، نستلم قروش الحفله على قروش السوق، على قروش الناس اللي لميناها، ناخدها على قروش المنظمه، يوم الخميس اي متضرر يستلم حقه. ده الكلام افضل. هذول بنلعب نحن كمان. لكن المحيرني هشام بتاع المباحث. هاي ماله؟ والله قال يا اخي القروش دي ما تسلموا المنظمه دي قرش الا بحضوره. هشام ده مش قانون النظام العام ده لغوه؟ نظام عام تدخل هنا زولا، نظام عام شنو؟ يلا ان شاء الله منظم القلب اللي الدقل ما ينفع. انت هذول الحيوان والله. النظام الحجري فينا شنو بحلتنا دي؟ احنا 200 قاعدين نجيب لها تصديق لحفله. من اخذت حفلتنا ذاتها عندنا فنانه بدريه سمك تيجي تجعر من المغرب لما الفجر ده يأذن، في النهايه بتكلمنا صينيه السمك. النظام العام الحجري فينا شنو كمان؟ طيب ماله؟ قال ما هو جاء وكان حاضر تسليم القروش دي، ما في زول يسلم زول القروش. افضل عرفتها. هشام ده بيكون داير يعمل تسليم وتسلم قانوني. تسلم قانوني؟ لا خلاص الفهامه، احنا دايرين نسلم الوالد الجديد. حكى الله البلوله ما نخطبوا لك عجيب. ما نخطبوا والله. اسمع عبد هاي شفت حفلتنا دي
غير السودان كله كون سمع بها. ما لازم يا اخواننا، هي كانت الفكره اساس الفكره اصلا طالعه من قرعوبه مجيحه ومكلوفه. القرعوبه دي مكلوفه، حفله مخطط لها انا السودان ما يسمع بها، السودان والدول المجاوره وغيرها ناس تشاديوا. ايوه لكن مليوه ينسمع كلامك ده بيزعل. مليوه ما لازم كمان بيزعل هنا. يا زول ما شفته في الحفله بالله مفتكر بعد الحفله كده بقول عمده عديد في الكرسيين الرصين دين. خلوا لي حلم اصلح المجيعان بيض. اسكت. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف يا ضيف؟ الحمد لله. اخوانا نحن جاهزين جاهزين من اي حاجه. الحمد لله. يعني خلاص بنيت القاعه وركبت التكييف والاضاءه. سيب حقدك ده زول. يا زول انا ادوني مهمه كبيره وانجزتها الحمد لله، لكن الكلام الناس الثانيين الجايين يعانوا بعينهم ويشبجبوا. كده خلونا المناقره الفارغه بتاعتكم دي. الزول اللي جاي هسه يا فضيل. هاي جاي، لكن انت مالك جادك دي، خايفنا نقرب من القراش ده ولا شنو؟ العفو يا فضيل يا اخ، لكن اصبر بتفهم اي حاجه، اصبر شويه بس. ترى انا صابرين معك. اللي جادك دي مال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وصل شنو قوم عليه حيلك، قوم تقوم فيك السنة تخفز بك الواطة. المندوب الثامن للمنظمة واقف على حيله وانت تجلس مرحا. تفضل يا سيد المندوب الثامن. شكرا. اخونا المندوب الثامن طبعا يا سيد هجام. شكرا لكم. الله يبارك كيف يا فيك. شباب كويسين؟ الحمد لله. الحمد لله. اها ان شاء الله تكونوا جاهزين. هاي افو. الحمد لله. نحن جاهزين طبعا ها. 750 مليون، المليون ينطح المليون. ما شاء الله. يتفضل. شكرا. ايوه. نحن ذاتنا جاهزين تماما، بس كنا مستنينك تمسك القروش في يدك. والاستاذ منو؟ بتعرفنا كويس يا سفينجا. في شنو؟ سفنجة هنا نقول بسم الله، مالك انت عفرتت كدي وعمرت في هنا. ده علي شورط سفينجا، اكبر محتال في الخرطوم. يا راجل انا لما قلت لك رسل الصوره السيلفي اللي صورتوها سوا، رسلتها الخرطوم وطلبت معلومات عنه، لانه حسب معلوماتي انه عوض القلقاله ده خارج السودان. لا حول الله. غيرنا فارات ابجضوم، داير تاكل حقنا ابجضوم. يعني يا هشام اللي عملوا ناس المنظمه دي اهل الجريمه المنظمه. لا لكن حاجه قريبه ليها. يعني خلاص يا اخوانا عوض القلقله ما في، هاي والناس الجاهزه للحفله دي تسوي شنو افضل؟ الناس دول تعمل اللاتي، ترجع لهم نص قراشه، يعني التذكره تبقى بنص القيمه، تجيب لهم بدريه سمك تجعر له ولا الصباح بيدلوكتها. حلنا في الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم موصولة. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين نحن بين العالمين دولتنا تبقى الأولى.